بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها السادة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. لقاؤنا اليوم إن شاء الله تعالى هو اللقاء الخامس من سلسلة لقاءات دراسة المقدمة الآجرومية في علم العربية للعلامة الأستاذ المقرئ النحوي أبي عبد الله محمد بن داود ابن أجروم الصنهاجي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد سبق لنا في الدروس الماضية أن بدأنا بفاتحة هذه الرسالة. عليكم السلام ورحمة الله. فدرسنا الكلام وبينا المراد منه، ثم بينا أن هذا الكلام مهما طال فإذا قسمناه انتهينا إلى 3 أنواع من الكلمات لا رابع له. هذه الأنواع هي الاسم والفعل والحرف الذي يجيء لمعنى. فهذه هي الأنواع 3 للكلمة. لا تجد في اللغة نوعا رابعا للكلمة مهما تكن الكلمة التي تقال لك أو التي تظفر بها في كلام أو في نص، فاعلم أنها إما أن تكون اسما، وإما أن تكون فعلا، وإما أن تكون حرفا. وهنا يطرأ السؤال الآخر، تقول لي: ولكن كيف أعرف هل هي اسم أم فعل أم حرف؟ أقول لك: تعرف ذلك بالعلامات، فإن لكل من الاسم والفعل والحرف علامة يعرف بها. وقد شرعنا في الدرس الماضي في دراسة علامات النوع الأول وهو الاسم، وذلك قول ابن أجروم رحمه الله تعالى: فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض، وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام، وحروف القسم، وهي الواو والباء والتاء. هذا هو إذن ما ذكره لنا ابن أجروم رحمه الله تعالى من علامات الاسم. كيف نعرف الاسم في اللغة العربية؟ نعرفه بواحد من هذه العلامات. وقد ذكرنا ملحوظتين. الملحوظة الأولى هي أنه يمكن أن نجد في الاسم الواحد أكثر من علامة من هذه العلامات. الملحوظة الثانية التي ذكرناها أنه يعرف الاسم بأن يقبل هذه العلامة، ربما لا تكون فيه ولكنها يمكن أن تظهر فيه. إذن يعرف الاسم بإمكان ظهور تلك العلامة فيه. مثلا قال: فالاسم يعرف بالخفض، وقد ذكرنا لكم أن الخفض هو الذي نسميه نحن الجر، صح؟ الذي يكون مجرورا هو الاسم. الفعل لا يكون مجرورا أبدا. الحرف لا يكون مجرورا، الذي يكون مجرورا هو الاسم. إذن فالجر من علامات الأسماء. لماذا هو من علامات الأسماء؟ لأنه من خصائص الأسماء، هو خاص بالاسم لا يشاركه فيه غيره. قال: فالاسم يعرف بالخفض والتنوين.
وقد ذكرنا لكم التنوين ما هو، عرفناه، قلنا هو نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم المعرب لغير توكيد. هو نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم المعرب لغير توكيد. إذا انتقض شرط من هذه الشروط الخمسة فليس تنوينا. لازم يكون أولا نون، الذي تسمعه، الصوت اللي تسمعه لازم يكون نون واحد، ويجب أن تكون هذه النون ساكنة، ويجب أن تكون زائدة ليست من أصل الكلمة، ويجب أن تكون في آخر الاسم، في آخر الكلمة. إذا كانت هذه النون ساكنة وزائدة إلا أنها في الوسط فليست تنوينا. حتى تكون تنوينا يجب أن تكون في الآخر. تلحق آخر الاسم لغير توكيد، لا يجب أن يكون معناها هو التوكيد. واضح؟ بالعكس، هذا التنوين على ما يدل في الغالب؟ على التنكير. تعرف ما معنى التنكير؟ عكس التعريف، بمعنى أننا إذا وجدنا اسما في آخره تنوين بمعنى أن المسمى غير معروف عندنا. مثلا تقول جاء الرجل، هذا يعلم من هو، ولكن إذا قلت جاء رجل، هذا ما هو؟ نكرة. يمكن أن يكون أي رجل، صح؟ يمكن أن يكون أي رجل. جيد. يعني شوف، لو كان نقول حتى احنا بالعامية ديالنا، لو كان نقول لك كي يجي طالب، أعطي له هذه الأمانة، طالب، أي طالب الأول اللي يجي تعطيها له، صح ولا لا؟ ولكن لو كان نقول لك كي يجي الطالب أعطيها له، واش تقول لي؟ شكون؟ كي يجي الطالب أعطيها له، تما رانا نهضروا على شخص معين. رأيت؟ إذن فالنكرة لا يعلم من هو، وما علامة النكرة؟ هي التنوين. جيد. قال فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام. هذا الحرف الذي يقال له حرف التعريف لا يدخل إلا على الأسماء، لا يدخل على الأفعال، لا يدخل على الحروف، فهو من علامات الأسماء. قال وحروف الخفض أيضا من علامات الأسماء دخول حروف الخفض اللي هي حروف الجر. تقول لي يا أستاذ بصح أنت قلت لنا في الأول بلك الاسم يعرف بالخفض، وعلاش نحتاج أن نقول ودخول حروف الخفض؟ دوك نقول لك علاش. عليكم السلام ورحمة الله. لأنه أحيانا قد يدخل حرف الخفض ولا يظهر الخفض، بصح الخفض الجر هذاك ما يبانش. نعطيكم مثال، تأملوا معي. شوف، تقول مررت بالطلاب. هنا هذا الطلاب اسم، ما الدليل؟ شوف شحال من حاجة عندها. أولا مخفوض، واحد. اثنين، دخل عليه الألف ولا؟ قال ودخول الألف ولا؟ قال ودخول حروف الخفض هي حروف الجر. إذن عندنا واحد، اثنين، ثلاثة. نزيد لك. احنا وش قلنا في الملاحظة الثانية؟ قلنا ليس شرطا أن تكون العلامة موجودة فيه، ولكن يمكن أن تدخل عليه. هيا نحكم طلاب وحده، يقدر يجي فيه التنوين ولا لا؟ إذن فهذا أيضا يدل على أنه اسم، صح؟ طيب، ولكن تأمل معي هذه الحالة الثانية. مررت
بهم. مررت بهم، هذا حرف جر، وهذا وشنو؟ اسم. من أي أنواع الأسماء هو؟ هذا ما هو؟ ضمير. هذا يقال له ضمير. طيب هذا الضمير في آخره وش كاين؟ كاين سكون، بمعنى لم يظهر عليه الخفض، صح ولا لا؟ ولكن كيف عرفنا أنه اسم؟ لأنه دخل عليه حرف الخفض. ولذلك ابن أجروم رحمه الله ذكر لنا علامتين: إما الخفض وإما دخول حرف الخفض، لأنه قد يدخل حرف الخفض ولا يظهر الخفض، ما يظهرش الخفض. شفت؟ أين يكون ذلك؟ سنرى هذا إن شاء الله تعالى في الباب المقبل. يكون هذا في الأسماء المبنية، في الأسماء المبنية. وعليكم السلام ورحمة الله. إذن فلنتذكر قد يدخل حرف الخفض ولا يظهر الخفض. نزيد شيء آخر: وقد يكون الخفض ولا يظهر حرف الخفض. يقدر يكون الخفض، وعليكم السلام ورحمة الله، وما يظهرش حرف الخفض. مثال: هذه قاعة الطلاب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه قاعة الطلاب. عليكم السلام ورحمة الله. هذا الاسم، ما الدليل على أنه اسم؟ الخفض. طيب وراء حرف الخفض ما كانش. إذن أحيانا نصيب حرف الخفض والخفض، وأحيانا نصيب الخفض وما نصيبوش حرف الخفض، وأحيانا نصيب حرف الخفض وما نصيبوش الخفض. فنحن نحتاج إلى العلامتين، يلزمنا العلامتان كلتاهما، واحدة فيهم ما تكفيش. ومن أجل ذلك ماذا قال؟ قال: فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض. الآن ما هي حروف الخفض؟ ما هي؟ هي هذه التي سماها لنا. قال: وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام. ومعاها ثلاثة واحد اخرين خاصين شوية. قال: وحروف القسم. حروف القسم كذلك هي حروف خفض، هي حروف جر. ما هي؟ هي الواو والباء والتاء. تقول لي أستاذ، تقول لي هذه كلها حروف خفض. أقول لك نعم. تقول لي بصح ذكرت لنا الباء مرتين، ذكرناها مرة هنا وذكرناها مرة هنا. نقول لك نعم، ولكن في الحقيقة هذه الباء وهذه الباء في زوج يديروا الجر، وفي اثنين حرفان، ولكن معناهما مختلف. معناهما مختلف. لننظر قليلا في هذه الحروف. كل هذه الحروف يقال لها حروف جر. ما الذي يميزها؟ أولا تدخل على الاسم، واحد. اثنين، إذا دخلت على اسم جرته. وخذوا قاعدة تذكروها جيدا: لو انطبقت السماء على الأرض كي يدخل حرف الجر على الاسم يجره. يسرى وش يسرى؟ إذا دخل حرف الجر على اسم وش يدير له؟ يجره. لا يوجد أي سبب يستطيع أن يمنع حرف الجر من أن يجر الاسم. حفظناها، عمرنا ما نسوها في حياتنا هذه. واضح؟ حرف الجر يجر الاسم حتما. مليح؟ جيد. لننظر قليلا في معانيها.
الأول هذا من. شوفوا، يجب أن تعلموا شيئا، أن حروف الجر كل واحد فيها أحيانا قد يدل على أكثر من معنى، ولكن دراسة معاني هذه الحروف ستأتي معنا إن شاء الله في آخر المقدمة الأجرومية، في الآخر. الآن سنعطيكم مثالا عن كل حرف من هذه الحروف. الأول اللي هو من معانيه الابتداء. مثلا تقول درست هذا الكتاب من أوله. درست هذا الكتاب من أوله. ما معنى من؟ الابتداء، يعني ابتداء من أوله. درست هذا الكتاب من أوله وأسأل الله أن يوفقني لأدرسه إلى آخره. ما معنى إلى؟ الانتهاء. انتهاء. شفت؟ من للابتداء وإلى للانتهاء. قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. تعرفون حادثة الإسراء والمعراج؟ لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل وجاءه بدابة ليركبها. ما اسمها؟ البراق. لا، مش ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، الدابة التي أسري عليه بها اسمها البراق. منين بدأ؟ من المسجد الحرام. لوين اداه؟ إلى المسجد الأقصى الذي بفلسطين. شفت؟ إذن من المسجد الحرام ابتداء الرحلة، إلى المسجد الأقصى انتهاء الرحلة. إذن فلنتذكر: من تفيد الابتداء، وإلى تفيد الانتهاء. وإذا أردت مثالا واحدا تتذكرهما به معا فتذكر هذه الآية: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. عن، هذا الحرف عن يفيد المجاوزة. يفيد المجاوزة. قل مثلا: مررت بمدينة الجزائر ثم ابتعدت عنها. ما معنى ابتعدت عنها؟ جاوزتها، جزت عليها. واضح؟ ثم ابتعدت عنها. الحرف اللي بعده على، يفيد الاستعلاء. يفيد الاستعلاء. تقول مثلا: جلست على الكرسي فأنا في أعلاه. صح؟ وش قال ربي سبحانه وتعالى عن الدواب التي أعطانا إياها لنركبها؟ قال: وعليها وعلى الفلك تحملون. وعليها وعلى الفلك تحملون. فربنا سبحانه وتعالى أنعم علينا فحملنا على الدواب والبهائم وحملنا كذلك على الفلك، وهذا لتيسير سيرنا في الأرض. واضح؟ إذن على تفيد الاستعلاء. جيد. في تفيد الظرفية. تفيد الظرفية. ولذلك قال الله عز وجل، شوفوا ايش قال لنا على قضية العلاقة ديالنا بالأرض. قال: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. منها خلقناكم وفيها نعيدكم. الإنسان ربي عز وجل خلقه من تراب، خلق أبانا آدم من تراب. طيب الإنسان يكبر ويعيش ويشيخ كذا، ثم يأتيه أجله، وين يولي؟ الأرض. مش فقط يولي يلصق فيها، لا، داخلها. هذا هو الذي يقال له الظرفية. واضح؟ الظرفية. تقول كما تقول وضعت الرسالة في الظرف، يعني داخله. في رب
هذا الحرف سبحان الله عنده خصوصية عجيب. الحرف هذا أحيانا يدخل على اسم ليدل على أنه كثير، وأحيانا يدخل على اسم ليدل على أنه قليل. أحيانا يدخل على اسم ليدل على أنه كثير، موجود منه كثير، وأحيانا العكس، يدخل على اسم ليدل على أنه قليل. تقول لي بصح أستاذ إذا كان الأمر كذلك كيف أفرق؟ كيفاش نقدر نعرف هل يدل هنا على أنه كثير أم على أنه قليل؟ نقول لك على وفق نضجك وكبارك في السن وطلبك للعلم عقلك يتوسع، تولي أحيانا تفهم المعنى قبل ما نقوله لك من خلال الكلمات الأخرى الموجودة. كي تقرأ تقول هنا حب يقول لنا بأنه كثير، وأحيانا تفهم بأنه قليل. هذه القضية أنك تفهم هل أريد به كثير أم قليل بحسب الكلمات الأخرى يسمى السياق. يسمى السياق. تقول لقد فهمت هذا من سياق الكلام، يعني الكلام الباقي كله يدل على أنه يريد أن يقول هو كثير. مثلا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، شوفوا ايش قال صلى الله عليه وسلم. شفت في رمضان لما الناس يكونوا صايمين، انت تخرج تمشي في طريق الناس كلها صايمه، ولكن شوفوا ايش يقول رب صائم ليس له من صومه إلا العطش. رب صائم ليس له من صومه إلا العطش. الإنسان وعاش يصوم ليؤجر باش يدي الأجر، ولكن تصيب واحد صايم، تعرف واش حاب يقول صايم؟ حاب يقول ما راه ياكل ما ويشرب، بالصح يخون ويغدر ويسرق ويكذب ويضرب ويآذي ويحسد وهو صايم. زعما واش من الأجر اللي قعد؟ واش دا من الصوم؟ ماذا واش دا؟ واش ربح؟ العطش. طيب هؤلاء السؤال قليلون أم كثيرون؟ كثيرون. هذا هو علاش النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا رب صائم. تعرف ايش حاب يقول؟ كم من صائم. انت كي تشوفهم هكذا تقول ما شاء الله ناس صايمه، ولكن انظر الى افعالهم تكتشف ان كثيرا منهم ليس لهم من صومهم الا العطش. قال ورب قائم، ومن بعد يروح للدار يضرب الشربه البوراك ويجي الجامع الصف الاول ورا شيخنا حفظه الله، الله اكبر، ويصلي عادي نص ساعه ساعه ونص، ما عندوش اشكال. قال ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. علاه؟ لأنه صح هو راه في الجامع، ولكنه أكل أموال الناس بالباطل، أكل أموال اليتامى، اقطع الناس طريق، صح؟ جايب السيارة ديالو باش يصلي، حطها امام المدخل تاع سياره تاع واحد. هذاك الانسان مرض الوليد وفي الليل باش يخرجوه للسبيطار، حل الكارط صاب سياره غالقه عليه، هو زعما راه يصلي، بصح المشكل وين راه؟ انه اذى عباد الله. اذا فهذا ليس له من قيامه الا السهر، ولا يجي يصلي ويقوم وكانه يقول للناس شوفوني راني نصلي، ليس له من قيامه الا السهر. طيب هؤلاء قليلون ام كثيرون؟ كثيرون. إذا ما معنى رب صائم ليس له من صومه إلا العطش؟ الكثرة أم القلة؟ الكثرة. إذا رب هذه ماذا تفيد؟ صح؟ هذه تفيد التكثير، وأحيانا قد تفيد التقليل. يعني مثلا عامة مثلا تدخل إلى إلى محل يبيع أشياء، فتجد أن الأثمان زهيدة، رخيصة الأثمان تاع الأشياء،
وإحنا نعرف أنه في العادة ديالنا الأشياء لما تكون رخيصة جدا حاب يقول بليك غير جيدة، صح ولا لا؟ الرخص لما يكون بزاف يعني غير جيدة، فتقول لا تقول هذه الأشياء بزاف رخيصة في الثمن أكيد أنه الجودة ديالها ناقصة. فأقول لك لا تدري، رب شيء رخيص جدا وقد يكون نافعا. هنايا الكثرة ولا القلة؟ هنا القلة. وش حاب يقول؟ حاب يقول صح وش راك تقول، ولكن قد تقع في شيء رخيص الثمن ولكنه مفيد. إذن فرب قد تستعمل للتكثير وقد تستعمل للتقليل، جيد. ورب طبعا من بعد إن شاء الله سندرسها دراسة وافية بإذن الله تعالى، وسنرى أن هذه رب عندها واحد الخصوصية ما تشبه لحتى واحد في هذا، ولكن ندرسها في آخر الرسالة إن شاء الله. الباء هذا حرف جر أصيل. ماذا يفيد؟ يفيد الاستعانة. مثلا تقول أكتب بالقلم، بالقلم يعني أكتب مستعينا، أستعين على الكتابة بالقلم. إذا الباء ماذا أفادت؟ الاستعانة، صح؟ تقول مثلا جلد معين أريد أن أقطعه، تقول اقطعه بالسكين، يعني استعن على قطعه بالسكين. ولذلك كل شيء تفعله تقول في أوله بسم الله. بسم الله ما معنى ذلك؟ أي إني أستعين على هذا الفعل بالله سبحانه وتعالى. هذا هو معنى قولك بسم الله. شفت؟ هذه. إذن الباء ماذا تفيد؟ الاستعانة. جيد. الكاف، كاف مليحة، تفيد التشبيه. جيد، يرحمك الله. تفيد التشبيه. ربنا سبحانه وتعالى خوفنا في آية في القرآن. ماذا قال عن شجرة الزقوم؟ قال طلعها كأنه رؤوس الشياطين. شفت الكاف هذه؟ هذا الكاف تفيد التشبيه، سواء كانت وحدها ولا كانت مع أن، إنها تفيد التشبيه. ما معنى التشبيه؟ التشبيه معناه التمثيل، لا مش المقابلة، وإنما التشبيه هو دخول صورة في صورة، حتى أنك كي تشوف هذا وتشوف هذا يشبهان عليك. أحيانا تقول وراه هذا وراه هذا، شايف؟ يتشابهان، واضح؟ إذن هذا يقال له التشبيه. ربي سبحانه وتعالى ذكر لنا عن المسيح عليه الصلاة والسلام. نحن ماذا نعتقد في المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام؟ أولا أنه نبي، أنه عبد الله ورسوله، صح؟ طيب، وأنه خلق من أم دون أب، ما عندوش أب، وأنه روح الله، ربي سبحانه وتعالى قال له كن فكان، صح؟ وأنه في آخر وجوده في الأرض هل قتل؟ هل مات؟ لا، وإنما رفعه الله عز وجل. ولكن في زمانه كثير من الناس كانوا يظنون أنه قتل. ربي سبحانه وتعالى وش قال؟ قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. يعني كأنهم رأوا شخصا آخر مقتولا فشبهوه به فظنوه هو. قال الله عز وجل وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. واضح إن شاء الله؟ جيد، أحسنتم. إذن هذا يقال له التشبيه. الحرف اللي بعده، عليكم السلام ورحمة الله، اللام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللام كذلك هي حرف له معاني كثيرة. من معاني اللام الملك. تقول مثلا هذا القلم لي، يعني هذا القلم ملكي ديالي. إذن اللام ماذا تفيد؟ تفيد الملك.
عندها معاني أخرى، ولكن من أشهر معانيها الملك. طبعا نقدر نزيد معنى آخر لأنه نحتاجه في حياتنا، بل هو من أكثر المعاني التي نحتاجها، لأنه كل يوم يلزم نفهم هذا المعنى في القرآن الكريم. يقول الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. هل المعنى هنا هو الملك؟ لا، المعنى هنا يقال له الاستحقاق. ما معنى الاستحقاق؟ أي أن الله يستحق الحمد سبحانه وتعالى، يستحق الحمد. كما أنت مثلا واحد يسدي إليك معروفا، يدير فيك خير، تقول له شكرا لك. الشكر ماشي ملكتك الشكر، مش هذا هو المعنى. المعنى أنك تستحق شكري، صح؟ إذن حين نقول الحمد لله معناه أن الله عز وجل يستحق الحمد، يستاهل أن يحمد سبحانه وتعالى. واضح؟ إذن راكم تشوفوا أن اللام قد تدل على الملك، القلم لي، أو تدل على الاستحقاق. ولكن شوف، هذا الميكروفون لمن؟ للمسجد. جيد، أحسنت. هل هو ملك؟ لا. دونك نشوف، هل هو ملك؟ ملك؟ لا. تعرف علاش؟ ملك لمن؟ وعلاش المسجد يملك؟ المسجد ليس إنسانا، صح ولا لا؟ هل هو استحقاق؟ طيب، هذا الميكروفون يجوز واحد فينا يديه للدار يستعمله في الدار؟ ما يجوز. حاب يقول خاص بالجامع، هذا المعنى يقال له الاختصاص. إذن كي تقول الميكروفون للمسجد يعني خاص بالمسجد. واضح؟ خاص بالمسجد، هذا المعنى يسمى الاختصاص. إذن اللام شحال من معنى عندها؟ 3: الملك، الاستحقاق، والاختصاص. نعم، نعطيك كما نقولوا احنا يعني طريقة صغيرة تفهم منها. يكون الملك وقتاش اللام تدل على الملك؟ لما تدخل على شيء يملك. شفت أنا كي قلت لكم القلم لي، أنا إنسان أستطيع أن أملك شيئا، وإن كان الملك لله سبحانه وتعالى. صح، في الدنيا نعم أنا أملك شيئا، تمام؟ جيد. وقتاش تكون اللام هذه للاختصاص؟ لما يكون اللي قبلها شيء يملك، ولكن الذي بعدها لا يملك، ما يقدرش يملك لأنه ليس إنسانا، كأن يكون مكانا. البساط للمسجد، الطاولة للمدرسة. شفت؟ هنا هذا ليس ملكا، هذا اختصاص. ولما يكون الشيء اللي قبل اللام ليس مما يملك، يكون معنى، ما يكونش جسم. شفت حنا في الوقت قلنا الميكروفون للمسجد، القلم لي، هذه أشياء يمكن أن تملك. ولكن حين تقول الحمد، الشكر، الثناء، هل هذه أشياء تملك؟ لا، هذه أشياء معنوية، معاني، فهذه لا تملك، هذه تستحق، هذه تستحق. واضح إن شاء الله؟ جيد. إذن فاللام عندها 3 معاني تذكروها: الملك، الاستحقاق، والاختصاص. مليح. هذه هي حروف الجر المعروفة. عندنا 3 من حروف الجر عندها معنى خاص، إنها حروف القسم. حروف القسم. القسم يقال له كذلك بالعربية الحلف. كي تحلف تقسم، ماشي الحلف، الحلف. وأما الحلف، تعرفوا الحلف وشنو؟ التحالف.
الاتحاد بين شخصين أو بين دولتين أو بين جماعتين يتحالفون، يعني يتعاهدون ويتفقون ويتحدون على شيء معين، هذا يسمى حلفا. صح؟ يسمى حلفا. احنا في السيرة النبوية، في الجاهلية قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم، في حياته عليه الصلاة والسلام، قريش وبعض القبائل الأخرى التي حولها قاموا بحلف، داروا تحالف يسمى حلفة. من يعرفه من الشباب الصغار هذا؟ يسمى حلفة؟ لا، الأحزاب غزوة، يسمى حلف الفضول. حلف الفضول. هذا الحلف هذا حلف عظيم. شوف العرب سبحان الله قبل الإسلام ما زال لم يبعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن كانت عندهم مكارم الأخلاق. هذا الحلف القبائل التي دخلت فيه تحالفت على نصرة المظلوم وعلى حماية الضعيف، أنه كي يكون فيهم واحد مظلوم يطلبون له الحق، ولما يكون واحد ضعيف ينصرونه، يسمى حلف الفضول. وقد شهده النبي صلى الله عليه وسلم، كان لم يبعث بعد، ما زال لم يوحي الله عز وجل إليه، بس حضر فيه. بعد أن صار محمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا كان يقول: لقد شهدت في الجاهلية في دار بن جدعان حلفا، يقول لو دعيت إليه في الإسلام لا أجبت. يعني حتى لو كان يطلبوا مني في الإسلام أني نعاود نحيي الحلف هذاك نديره. علاش؟ لأنه كان حلفا على مكارم الأخلاق، على أي شيء؟ على نصرة المظلوم وحماية الضعيف، هذا يسمى حلفا. وأما حين تقول والله لأفعلن كذا، والله لقد كان كذا، هذا يسمى الحلف، ويقال له كذلك القسم، ويسمى كذلك اليمين، يقال له اليمين. وهكذا ذكره الله عز وجل في القرآن. قال الله عز وجل: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. شفت؟ إذن يسمى حلفا ويسمى قسما ويسمى يمينا. ما معنى القسم؟ ما معنى الحلف؟ معناه تعليق أمر بعظيم. تعليق أمر، أي أمر، إما أمر تخبر به وإما أمر تعد به. بما تعلقه؟ تعلق صحته بعظيم، بمعظم. في الجاهلية وحتى في الإسلام وحتى إلى الآن الناس ماذا يعظمون؟ يعظمون أشياء كثيرة. يعظمون آباءهم، أمهاتهم، على بها كان بزاف ناس يحلفوا بآبائهم وبأمهاتهم، ونحن منهيون عن هذا في الدين. بل الحلف والقسم يكون بالله وحده. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحلفوا بآبائكم فإني أنهاكم عن ذلك. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. من حلف بغير الله فقد أشرك. إذن من مهمتنا أن ننبه من نعرف من حولنا على خطورة أن يحلفوا بغير الله. ما تحلف لا براس بابك، لا براس يماك، لا بجدك، لا بجداك، لا بشيء من هذا القبيل، وإنما تحلف بالله. إذا احتجت أن تحلف تقول والله العظيم، ولا بأي اسم من أسماء الله عز وجل. وربي، شفت في القرآن الكريم: قل إي وربي لتبعثن. شفت؟ وربي. إذن فلنتذكر، هذا هو القسم. القسم يعبر عنه بثلاثة حروف في اللغة العربية. الأول هو الواو، والله. الثاني هو الباء، بالله. بالله لأفعلن كذا. تالله، هذه جاءت في القرآن. تالله تفتأ تذكر يوسف، تالله إنك لفي ضلالك القديم، تالله إن كدت لتردين. شفت؟ تالله.
وهذا التاء تذكروا، شوف الواو والباء تقدر تدخلها على اسم الله ولا على اسم آخر، بصح التاء تستعمل مع الله. يعني تقدر تقول وربي، بربي، ولكن تالله، واضح إن شاء الله. هذه إذن فلنتذكرها. هذه هي أيها السادة التي يقال لها حروف الجر. إذن حروف الجر هي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام، ومعها ثلاثة أخرى خاصة هي حروف القسم، هي الواو والباء والتاء. وبالتالي حين نعرب قولنا والله، تذكروا نقول الواو واو القسم حرف جر، واو القسم حرف جر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. واو القسم حرف جر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. الله اسم الجلالة، جيد، مجرور بالواو وعلامة جره الكسرة. اسم الجلالة والله مجرور بالواو وعلامة جره الكسر. وبهذا نكون أيها السادة. تفضل. أيوة، أحسنت جيد، مليح. شوف باش نفرقوا بيناتهم. حين تقول أقسم بالله، هذا العبارة، هذا الجملة هذه، ماذا أردت من خلالها؟ هل أردت أن تقسم أم أردت أن تخبرنا بلك أنت حين تقسم بالله؟ فهمت الفرق؟ هذه هي. شوف تقول أقسم بالله العظيم، غير يكون كذا وكذا وكذا. هنا وش راك دير؟ راك تحلف، صح؟ راك تحلف. ولكن أتصور نكون في درس العقيدة، نقول لك المؤمن بما يقسم، تقول لي المؤمن يقسم بالله. هنا حلفت؟ لا، أنت ما راكش تحلف. هنا وش راك دير؟ أنت تخبرني بما يقسم المسلم. هذيك الأولى الباء للقسم، بصح في الثانية أيوة أحسنت. شفت كيفاش فرقنا بيناتهم؟ واضح إن شاء الله؟ أحسنت، مليح. تقولي صح، كيفاش هل هذا المعنى وهذا المعنى عندهم اسم؟ نقول لك نعم. كي تقول أقسم بالله لأفعلن كذا، هذا يقال له إنشاء. بصح كي نقول لك بما يقسم المسلم، تقول المسلم يقسم بالله، هذا يسمى الخبر، يسمى الخبر. واضح؟ أحسنتم، جيد. إذن قال فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض، وهي من وإلى إلى آخره. طيب خلاص. الآن سنرى إن شاء الله تعالى الكلمة الثانية وهي الفعل. قال والفعل، بسم الله، نسمع من شيخنا الشيخ عبد الوهاب. على فكرة هو على بالكم المعلم دائما يزم يربح الملاحة، وكي تكون حاجة فيها شدة يمسحها في واحد آخر. الشيخ عبد الوهاب قال لكم لي وسخ النسخة تاعو نعضوا منها من ودنه. إذا حافظوا على نسخكم، صح؟ هذه وحدة. ثانيا، هذه السبب صار. ثانيا، يبدأوا في الحفظ. رانا نديروا الأشياء هذه، رانا نديروها مجزأة، وعندك أسبوع كامل لتحفظ سطرين. بداية إن شاء الله من الدرس المقبل بإذن الله تعالى، أحيانا نختار أحدكم عشوائيا للتسميع. متفقين إن شاء الله؟ توكلنا على الله، توكلنا على الله. سمي يا شيخنا، سمي. جيد، ممتاز. إذن الآن بعد أن أتممنا علامات الاسم سنتكلم عن علامات الفعل. الملاحظتان اللتان أعطيناهما في بداية علامات الاسم لا نحتاج أن نكررهما الآن. يعني أحيانا قد نجد مثلا علامتين في فعل واحد، نجد علامتين. هذه الملحوظة الأولى. الملحوظة الثانية أن الفعل لا يعرف فقط بأن تكون فيه العلامة، وإنما بأن
يقبل، بأن يقبل العلامة. قال والفعل يعرف بقد. أول علامة من علامة الفعل أنه يقبل أن تكون قبله أن تدخل عليه قد. وقد حرف، شوف تقول جاء زيد، وتقول قد جاء زيد، قد جاء زيد. وتقدر تقول يجيء زيد، وتقول كذلك قد يجيء زيد. طيب، فهل يصح أن نقول قد زيد يجيء؟ لا، لا يكون ذلك. صح؟ واضح؟ ممتاز. إذن فقد على ما يدخل؟ يدخل على الأفعال، يدخل على الأفعال. مليح. فهو من علامات الفعل. إذا رأيت كلمة دخلت عليها قد فاعلم أنها فعل. وقد هذا الحرف له معاني، كيف نعلمها؟ بحسب زمن الفعل الذي بعده، بحسب زمن الفعل الذي بعده. أولا، الفعل إما أن يكون ماضيا أو مضارعا أو أمرا. هل يقال قد جاء؟ نعم. طيب، هل يقال قد يجيء؟ نعم. طيب، هل يقال قد أكتب؟ هذا لا يقال. حب يقول قد لا تدخل على فعل الأمر، تدخل على الماضي وتدخل على المضارع. هذه واحدة. إذا دخلت قد على فعل ماض فإنها تدل على واحد من معنيين، عندها زوج معاني محتملة. إذا كان هذاك الفعل قد وقع صار، فقد تدل على التحقيق. نقول لك جاء زيد، جاء زيد، أنت دير هكذا ما تشوفوش، تقول لي لا لم يجئ، نقول لك بلى قد جاء. إذن ماذا، على ما دلت قد هنا؟ على التحقيق. لقد حققت لك أنه جاء. صح. طيب، احنا ندرك شوية هكذا إن شاء الله، نروح نصلي صلاة العشاء. المؤذن سيقرأ علينا الإقامة ويقول لنا حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. على بالك قامت الصلاة، باش تقام الصلاة يلزم شيخنا حفظه الله يقول الله أكبر. المؤذن في الإقامة كي قال قد قامت الصلاة، قامت الصلاة ولا مازال؟ لم تقم، مازال ما كملش الإقامة. فما معنى قد هنا؟ التقريب. يعني لما يقول قد قامت الصلاة يعني قد قارب وقت قيامها. شفت؟ إذن قد هنا معناه التقريب. إذن أنت باش تميز المعنيين انظر إلى الفعل، هل وقع أم لم يقع؟ إذا كان الفعل الماضي قد وقع صار خلاص، فدخول قد عليه للتحقيق. وإذا كان ذلك الفعل الماضي لم يقع بعد فاعلم أن قد للتقريب. واضح؟ جيد. الآن فإذا دخلت قد على فعل مضارع، هنا أيضا هناك معنيان. المعنى الأول هو التوقع. مثلا هل سيجيء زيد؟ نقول قد يجيء، أنا أتوقع أنه يجيء. المعنى الثاني لقد، تفضل. نعم، هذا هو معنى التوقع، جزاك الله خير، هو الاحتمال، يعني الاحتمال قائم أن يجيء. المعنى الثاني لقد إذا دخلت على الفعل المضارع هو التقليل، حاب يقول ذلك الشيء يقع ولكنه قليل. مثلا شوف، يقولون في يعني النحويون يعطوا هذا المثال، يقولوا قد يصدق الكذوب، واحد كذاب ولكن قد يصدق الكذوب أحيانا ولا لا؟
هو سيد الكذابين وإمام طريقة الكذب، وواحد نهار قال الحق اللي هو شكون؟ إبليس. صح ولا لا؟ هو الذي اخترع نهج الكذب، ومرة صدق. تعرفون القصة؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مرة من المرات وكل أبا هريرة رضي الله عنه بمهمة. قالوا يا أبا هريرة أعطيك مهمة. وشنو؟ قالوا طعام الصدقة، الطعام تاع الزكاة. قالوا الطعام تاع الصدقة عسوا في الليل، انت عساس على الطعام هذا بيد ما نوزعوه على الفقراء والمساكين، فوكله على الصدقة. فكان أبو هريرة يحرس الطعام هذاك. فبينما هو جالس في الليل هكذا، وعلى بالكم زمان ما كانش هذه المصابيح الكهربائية، ظلام يعني، جاء واحد وبدأ يحثو من الطعام، يعني يدي من الماكلة هذه. فأمسكه أبو هريرة رضي الله عنه، شد، قالوا لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نديك على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له أرسلني، خليني. قالوا فإني ذو عيال، عندي دراري وكذا، وشكى إليه الفاقة، قالوا راهم جيعانين في الدار. قال فرحمته فأرسلته، خليته يروح. غدوة أصبح النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الخبر من السماء. قال يا أبا هريرة، هذا النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما فعل أسيرك البارحة؟ هذاك اللي حكمته البارح كيفاش حكايته؟ أبو هريرة لم يستغرب، لأنه يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيه الوحي. قال يا رسول الله، قال شكى إلي الفاقة والجوع وزعم أنه لا يعود. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه قد كذبك، كذب عليك وسيعود. أبو هريرة ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال له سيعود، على بالك سيعود، تسمى هذيك الليلة واش قاعد يدير؟ قاعد يستنى فيه. فبينما هو كذلك إذ جاء يحثو من الطعام فأمسكه، قالوا لأرفعنك إلى رسول الله. هذه البارح قلت لي ما نزيدش نولي، واليوم وليت. ابدا يبكي ويشكي والفاقه والدراري وكذا. قال فرحمته، رحيم ابو هريره رضي الله عنه، والناس صح كانوا فقراء. فارسله. غدوه اصبح تلاقى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا ابا هريره ما فعل اسيرك البارحه؟ قال يا رسول الله شكى الي الفاقه والجوع وزعم انه لا يعود. قال اما انه قد كذبك وسيعود. هذيك العشيه قاعد تحت روضه يحثو من الطعام، فامسكه ابو هريره. عبكم وش قال له؟ قالوا والله لأرفعنك إلى رسول الله، هذه المرة حلفت. فقالوا أطلقني. قالوا بس هذه المرة ما نبكي لك ما نشكي. قالوا شوف، قالوا نعلم لك حاجة، قالوا إذا درتها ما يدنش لك الشيطان في الليل. قالوا وشنو؟ قالوا إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي. فأرسله. غدوة أصبح النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ قال يا رسول الله زعم أنه يعلمني شيئا إذا أنا فعلته لم يقربني شيطان حتى أصبح. قال وما هو؟ قالوا الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدقك. الليالي وش كان يقول؟ كذب. قالوا أما إنه قد صدقك وهو كذوب. هو كذاب كبير، بس هذه المرة قال لك الحق. إذن قد يصدق الكذب، كذب عليه 3 مرات وصدقه. ماذا تفيد قد هنا؟ التقليل. قال أما إنه قد صدقك وهو كذب. قال يا أبا هريرة أتدري من صاحبك منذ 3؟ قال قلت الله ورسوله أعلم، ما باليش أنا قال فقير. قالوا ذاك الشيطان. يعني كان يأتيه في هذه الصورة. وهذا حديث عظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن وش نقول حنايا؟ قد يصدق الكذب، قد يشجع الجبان. كاين واحد خواف وكاش نهار هكذا جه الشجاعة والحمية يحدث، ولكنه قليل. إذن قد هنا ماذا تفيد؟ التقليل. إذن فلنتذكر أنه قد تدخل على الماضي يدخل على المضارع. إذا دخلت على الماضي نشوف هذاك الفعل إن كان وقع فهي تفيد التحقيق، إن كان لم يقع فهي تفيد التقريب. وإذا دخلت على الفعل المضارع إما أن تفيد التوقع وإما أن تفيد التقليل. ولكن هنا نأخذ أصل وبه نختم إن شاء الله. في القرآن الكريم
إذا دخلت قد على فعل من أفعال الله عز وجل، من أفعاله سبحانه وتعالى، فهي تفيد التحقيق دوما. يعني ما تشوفش فيها هل هو فعل ماضي أم هو فعل مضارع، لا، كل فعل من أفعال الله تعالى دخلت عليه قد في القرآن الكريم فهي تفيد فيه التحقيق، حتى ولو كان فعلا مضارعا. يقول ربنا سبحانه وتعالى: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا. قد يعلم ما أنتم عليه. شفت؟ إذن فقد هذه دخلت على فعل مضارع. تقول لي يا أستاذ إما توقع وإما تقليل. نقول لك لا، من هو صاحب الفعل هنا؟ هو الله عز وجل. وأيما فعل من أفعال الله عز وجل في القرآن دخلت عليه قد فهي تفيد معه التحقيق. واضح إن شاء الله؟ إذن اليوم زدنا شفنا بقي من علامات الأسماء وشفنا علامة من علامات الفعل. الدرس المقبل بإذن الله تعالى نرى ما بقي من علامات الأفعال، ونختم إن شاء الله تعالى بما يعرف به الحرف، لأنه الحرف خاص شوية، ثم نبدأ إن شاء الله في باب الإعراب والبناء. إن شاء الله الأمور واضحة؟ الحمد لله رب العالمين، وصلواته على محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.